السلام عليكم. النهارده الخميس، مش نازل الجامعه النهارده. خلاص انا امتحاني يوم الحد الجاي تقريبا، خلاص مفيش غير يومين فاضلين على الامتحان، فده غالبا هيحتاج شويه مجهود، شويه مذاكره. السرير بس عايز يتوضب. طيب الفترة اللي فاتت كنت مقصر في المذاكرة جامد بصراحة، حتى امبارح ما ذاكرتش، بس قعدت كتبت كل المحاضرات اللي ورايا بحيث ان انا اكون عارف انا ذاكرت ايه ولسه ما ذاكرتش ايه، او عارف المنهج بيتكلم عن ايه اصلا. صحيت الساعة 6:30، صليت الصبح وبعد كده نمت تاني، لسه ما عملتش اي حاجة خالص. خلونا نقول الاذكار، والنهاردة هنذاكر في البيت ان شاء الله. هوريكم حوار الستادي ستريمينج، او لما بستريم او اعمل لايفات ستادي وذ مي بعملها ازاي. اول حاجة بخلي دايما في ورق ابيض بحيث ان انا افرغ فيه المحاضرات او اكتب فيه الحاجات المهمة. خلي كل اقلامي جنبي، شوية ستيكي نوت، شوية تكست لاينرز. اللاب بتاعي بحطه على البوك هولدر ده اللي هو ده فيه زي درجات مختلفة بحيث ان انت تقدر تتحكم في السلوب وفي الارتفاع. فكرة في الهولدر ده ان انت بتريح رقبتك، لان طول ما انت باصص لتحت في الكتاب مثلا او في اللابتوب رقبتك بتوجعك. لما ما كانش عندي الهولدر ده كنت بحط مجموعة كتب تحت اللاب بحيث انها ترفع مستوى اللاب شوية، لكن المميز في الهولدر ده ان انت ممكن تكون حاطط عليه كتاب، احيانا بحط عليه المصحف، فبيريح رقبتك كتير. انا عملته لان الفكرة اصلا باجي اخر اليوم رقبتي تعبانة من شغل العيادات والكلام ده، فقلت يعني الموضوع مش ناقص اكتر يجيلي غضروف وانا لسه شاب. طيب احيانا لو احتجت ان انا اترجم او احتجت ان انا امالتي تاسك ما بين اللابتوب والتابلت، التابلت ده بتاع ثانويه عامه عشان معلهوش اي ابلكيشنز او اي سوشيال ميديا، برضو التابلت ده ليه هولدر عشان برضو رقبتك لو بتتفرج على حاجه او كده. طيب ال HDMI دي بتاعت الشاشه دي بحيث ان انا بذاكره هنا على اللاب يكون ظاهر على الشاشة عشان اكون مبين فعلا ان انا بذاكر، او عشان اوضح انا بذاكر ايه بالظبط. كيبورد خفيفة جامدة جدا، لان وانا قاعد كده بيبقى صعب ان انا امد ايدي واكتب على الكيبورد دي، فدي بتبقى اسهل بكتير في الكتابة. ده الماوس اللي لسه جايبه جديد. انا بحب عموما الماوسات السلك الوايرلس عشان بحب اريح دماغي من ان انا كل شويه محتاج اغير البطاريه او اشحن الماوس والحاجات دي. سماعه مش غاليه قوي، كويسه مريحه، بتشتغل بلوتوث، بس انا ما عنديش بلوتوث في اللابتوب. ممكن على فكره تخلي البي سي او اللابتوب فيه بلوتوث عن طريق قطعه USB صغيره جدا، ثمنها مش غالي كمان، بس انا برضو ما بحبش الحاجات اللي بفضل اشحنها كتير وكده. عندي الايربودز دي وبرضه ما بستعملهاش بسبب الحوار ده، بس فبستعمل وصلة الاوديو اللي هي 1 to 1 دي. طيب انا عامل حوار ان انا بزرار واحد اكون قادر اشغل السيت اب ده كله، يعني اللاب ده دلوقتي المفروض يشتغل، البي سي اللي انا بستريم بيه المفروض يشتغل، ده فور ستريمينج وده فور ستادينج، عشان اكون قاعد هنا مركز في المذاكرة وهنا الستريمينج شغال مع نفسه. وانا بذاكر بتسمعوا صوت كده شغال اللي هو صوت مطر مثلا او اي صوت كده يساعد على الاسترخاء او التركيز. انا كمان بسمع الصوت ده يكون شغال هنا، ده بينبهني لو في بريك او حاجه، لان احنا الستادي سيشن بتاعنا بيبقى ساعه تقريبا. ده بينبهني برضه عن طريق صوت الارم كده او جرس بيعرفني ان في بريك فبقوم. وكذلك لما يجي وقت المذاكره تاني بيرن، فلو انا بعمل حاجه بره باجي على طول بحيث ان انا ما اضيعش وقت، بحيث ان انا اكون ملتزم بوقت المذاكره. طبعا دي الاضاءه عشان بس تكون الدنيا ظابطه شويه. انا بستعمل اضاءه بيضه لان هي بتبقى مايله للطبيعي اكتر، بس الاضاءه الصفرا دي بخليها بالليل، يعني بحس ان هي بتساعدني على النوم شويه. الكاميرا دي بتاعت الستريمينج، دي بتبين الكادر ده كده بتاع المذاكره كده بالظبط. والويب كام دي بتاعت البريك لو انا قاعد اتكلم معاكم او نتناقش في اي حاجه. بس يعني هو غالبا ده اللي بيحصل. بقالي كتير ما ذاكرتش على المكتب ده، فخلونا نديله نفضة محترمة، نقرأ أذكار الصباح على ما الناس تتجمع في اللايف. فكرة من الستادي ستريمينج ده ان هو بيشجعك على المذاكرة، في ناس بتذاكر معاك لو انتوا عاملين ميعاد معين،
فكرة بتبقى مشجعة جدا، مجرد ما بيجي لك نوتيفيكيشن ان الناس دي خلاص قاعدة تذاكر بتتحمس، بتتشجع، تسيب كل الحاجات اللي مش تمام اللي انت قاعد بتعملها وتقوم تذاكر، تعمل حاجة مفيدة في يومك. بعد ما بذاكر حاسس ان انا خلاص عملت حاجات كتير مهمة، مبسوط، خدت دوبامين نضيف، حاسس ان انا عملت حاجة في يومي يعني. طيب الكورس ده انا كنت جايبه وانا ايام ثانويه عامه، هو مش احسن حاجه، اكيد في حاجات احسن منه بكتير، خصوصا لو انت عايز تريح رقبتك بيبقى ليه زي مسند للرقبه كده. بس جبت المخده دي عشان تعمل سبورت للظهر، بتريح من وجع الظهر اللي بحسه اخر اليوم شويه. وانا قاعد بذاكر انا من الناس اللي عندها فرط حركه، فدايما بحرك رجلي او ما بكونش مرتاح لما رجلي تكون على الارض، فحطيت المرتبه دي بحيث ان انا اكون حاطط رجلي عليها. صايم النهاردة الخميس ان شاء الله، هعرفهم عشان ما فيش حد يفضل داخل طالع يقول لي الفطار الغدا الكلام ده، عشان نركز اكتر مع اللي احنا بنعمله. ضعفتنا امام اعدائنا لنجعل هذه الجاهليات تحت اقدامنا. وظف الاحداث في ترسيخ البراءة من الكافرين واستمالة من لا يحاربوننا منهم الى دين الحق. وظف الاحداث في الاعتزاز بالاسلام وترسيخ القناعة باننا فعلا خير امة اخرجت للناس، وانه بدون سيادة الاسلام يتحول العالم الى غابة وحوش. وترسيخ القناعة بان الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية مجرد زبالة لا قيمة لها، والترويج لها بدلا من شريعة الله هو خيانة وخداع. أتقنوا دراستكم يا شباب حتى نستغني عن المجرمين في غذائنا ودوائنا ولباسنا وكل معاشنا. افعل ذلك كله وأنت تستحضر أنك تحافظ على انتصارات إخوانك التي بذلوا لها دماءهم، واعمل بانشراح صدر وهمة ويقين بنصر الله لعباده المؤمنين ولو بعد حين. الحمد لله بعد قعدة طويلة وجع رقبة ذاكرنا النهاردة شوية كويسين إلى حد ما، يعني مش أحسن حاجة برضو، كان عندنا أحسن بكتير، ولكن بقالنا فترة ما بنقعدش فترات طويلة حتى رقبتي. بس طلعت النهاردة بحاجة. الميد ترم اللي فات كان في رمضان، كانت الدنيا صعبة وبذاكر والنوم قليل وامتحانات كل يوم وحاجات كده يعني. النهاردة كنت صايم الحمد لله، أنجزت بطريقة كويسة. فكرة إن أنا لقيت الحاجات اللي أنا كنت مستصعبها في الفترة دي، فترة الميد ترم، أسهل بكتير وأنجزت في وقت قليل. لقيت ان انت لما بتبدا في الحاجه ايا كانت صعوبتها تلاقيها سهله وبتلاقيها عاديه، ما هو غالبا هي حاجه لازم بشكل ما تتوافق مع قدراتك البشريه. اللي بيشرحها لك ده دكتور جامعي او مدرس او ايا كان، فهو بشر زيك، مش متفوق عليه غير ان هو تلقى العلم ده قبلك او بتوسع شويه عنك، فعشان كده هو عنده الشهاده او عنده الاكسبتنس ان هو يقدر يوصلها لك. بس هو الفكره كمان ان انت تقدر تتلقاها. الموضوع مش صعب لان هو زي ما هو عنده عقل بشري انت كمان عندك عقل بشري. فعلا مجرد ما بتبدأ في الحاجة بتلاقيها سهلة او عادية او مش محتاجة المجهود الخرافي اللي انت كنت متخيل، عادي. فكرة ان انت تبدأ بس. بحاول انام بدري عشان اصحى بدري، اظبط نومي يبقى اصحى الفجر، فهسيب كل حاجة وهنام. الساعة دلوقتي 10:15، فاضل على اذان الفجر 6 ساعات. الساعة دلوقتي 4:30. الحمد لله اصلي الفجر في ميعاده. صحيت